السلطوية والذهنية الذكورية تقوم بأبشع الجرائم والقتل والسلب والنهب بحق النساء، وأصبحت هذه الجرائم تشكل التهديد الأكثر خطرا حقيقيا يهدد المجتمع عموما والشرق الأوسط خصوصا، كما شهدنا ليلة أمس بتاريخ 16/1/2023 جريمة القتل تهز حي المشلب بمدينة الرقة، وكان ضحيتها السيدة نورة عبد الأحمد ذات 25 عاما، وهي حامل وابنتها 8 أعوام، على يد مجموعة من اللصوص اقتحموا منزلها. نحن كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة في شمال وشرق سوريا وجمعية شاويشكا ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة النكراء التي أودت بحياة السيدة نورة وابنتها، وكما ننكر جميع أشكال العنف التي تمارس بحق النساء والأطفال في شمال شرق سوريا والشرق الأوسط، ووضع حد لهذه الجرائم المفزعة التي تسبب رعبا في المجتمع وتخويف المرأة وكسر إرادتها وحرمانها من حقوق الحياة كحق الأمومة في الهجوم على النساء، ويعتبر هجوما على مجتمع بأكمله، فيؤدي ذلك إلى تفكيك المجتمع وتدميره. كما نطالب الهيئات الحقوقية والسلطة المحلية ومحاكم الشعب بالتحقيق العاجل في الجريمة ومحاسبة هؤلاء المجرمين بأشد العقوبات بحق هؤلاء المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كونهم قاموا بقتل 3 أشخاص في آن واحد. منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة جمعية شاويشكا 17/1/2023. لا للعنف. جنجيانا آزادي. جنجيانا آزادي. جنجيانا آزادي.